عليكم ورحمة الله وبركاته. ابني 3 سنوات ونص المفروض يا مس إيمان يكون عارف إيه في العربي والحساب والإنجليزي والماس، كل ده مرة واحدة في فيديو واحد. يلا بينا نعرف ابني ال3 سنوات وال4 سنوات هيكون عارف إيه والمفروض ياخد إيه. هنا أول حاجة يا حبايب قلبي قبل ما تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مس إيمان. لو أول مرة تشوفني ما تنساش اللايك والشير والكومنت الجميل، ويا ريت اشتراك للقناة عشان أنا عارفة إن القناة بيكم هتكبر وأنتوا شرف ليا في القناة، شرفتوني وطبتم وطاب رؤيتكم. اول حاجه ابني في العربي بياخد ايه، لازم تركزي معايا في الفيديو ده لانه مهم جدا ليكي كأم، هو الاساس. ما تروحيش درس بره وتابعي معايا على صفحتي بالفيسبوك مس ايمان اسس صح، هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل. اول حاجه ابني في العربي المفروض يكون واخد الحروف من الالف لحد الياء، اهم حاجه الخط. الله يكرمك الله يكرمك، الخط ركزي فيه جدا. طيب تاني حاجة يا مس إيمان هياخد الأحرف اللثوية بعد ما خلصنا الحروف، ودي بتاخد 2.5 الحروف بتاخد 2.5 بس. بس الله أكبر، لو ابنك استيعابه كويس ممكن تاخد معاه 2 بس أو 1.5 كمان، ده حسب استيعاب ابنك لو أنا بديله كل يوم. هناخد بعدها الأحرف اللثوية بعد ما خلصنا الأحرف بتاعتنا، وخط ابني لازم يكون واقف على السطر. الله يكرمك لازم يكون واقف على السطر. هناخد بعدها ايه يا مس إيمان؟ هناخد بعدها الحروف الشقية، ودي مهمة جدا جدا وما سميهاش شقية، انا كتبتها شقية لكن ده مش صح. الصح اقول له حروف القطع لان في الامتحان بتيجي حروف القطع. فالله يكرمك ركزي من الخطأ البشع اللي احنا بنقع فيه. ما قلتش رفاصة ما قلتش عضاضة، هي اسمها قطع. وبعد كده هناخد الحروف المفخمة، خصة ضغط قص. وبعد كده هاخد الفرق بين الأحرف المتشابهة في النطق والكتابة، اللي السين والساء والشين والشين والسين والصاد والضاد، والحروف اللي شبه بعضها، والألف والباء والتاء. الاختلاف فين؟ في النقط. لازم تقول ان الباء فوق، وممكن تجيب له الباء مجرده خالص مجرده خالص خالص، وهو هيشتغل بيها عادي خالص. يعني نجيب له مثلا وليكن حرف الباء مثلا نجيبه كده مجرد خالص خالص اهو. يلا حبيبي حط اهو، هجيبه مفيش خالص، واقول له حط، خليه باء حط نقطه، خليه تاء حط نقطتين، خليه ثاء. العبي بدماغ ابنك عشان توصلي معاه لمستوى تاسيس رائع. انا دايما اقول الكلمه دي، العبي بدماغ ابنك وشغليها عشان توصلي لمستوى تاسيس رائع. وبعد كده هناخد الفرق بين الاحرف المتشابهه، خلصناها نطقا وكتابه. اشكال بعض الحروف في الاول وفي الوسط وفي الاخر، محدش يقول لي هاخد الفتح وبعدين هاخد المواضع، لا. وحتى في المواضع ما تبدايش بالحروف السهله الف باء، لا، ابداي بالهاء في الاول والهاء في الوسط والهاء في الاخر. كل الحاجات دي مهمه جدا جدا، لازم تسمعوا الفيديو ده. والله الفيديو ده لو فاتك يعني فاتك كتير زي ما بيقولوا. بعد كده هناخد الحروف بحركة الفتح، ودي شهران بالتمام بالظبط. وانا قلت لك كميس ايمان ولسه منزله فيديو من شويه ان انا كميس ايمان ما برضاش اتعامل مع كل طفل شهران بالظبط. في طفل الله اكبر استيعابه روعه فانا بشتغل معاه 1.5 شهر، في اروع بشتغل 1 شهر، في بطيء بشتغل 2 شهر. فانت بتحددي شغلك مع ابنك حسب استيعابه وحسب دماغه. ما تخليش حد يقولك لا المفروض الفتح 2 شهر وابنك ما شاء الله عدى وزي الفل وماشي معاك زي التمام. ما تضيعيش وقت، اعرفي ابنك بالظبط ماشي ازاي ودماغه ماشيه ازاي واشتغلي بيها. وبعد كده ناخد الاحرف بحركه الكسر، ودي برضو بتاخد 2 شهر، مش 2.5 شهر، 2 بس. وبعد كده حروف بحركه الضم. كده عايزه اقول لك انت دخلتي في منهج KG2. شكرا جدا العربي KG1، تعالي نخش على الحساب KG2. الحساب بناخد اول حاجه واهم حاجه عندي كراسه، لازم كراسه مربعات، والعربي 9 اسطر. الشكلات بتاعتنا مهمه جدا، اللي هي النقط ويمشي عليها، سواء بقى مستطيل مربع خط نايم خط واقف وهو بيمشي عليها. في البدايه عايزه اقول لك انت بتمسكي القلم مع ابنك عادي خالص خالص، لكن بعد كده ما بتمسكيش القلم، هو بيمشي مع نفسه. بعد كده ناخد الاتجاهات الصحيحه للحروف، ودي هتلاقيني منزلها لك من اول الالف لحد الياء على اليوتيوب بطريقه صحيحه جدا ازاي تمشي مع ابنك. وعايزه اقول لك انت لو تابعتيني مش هتحتاجي الدرس بره. هنبدا نخش في الاعداد من 1 ل50، ده المفروض ابنك يكون عارفها. مقارنه الاعداد اكبر من واصغر من، جمع رقم برقم اللي هو بشكل طول راسي وبشكل افقي، جمع رقمين برقمين بشكل راسي وبشكل افقي من غير اضافه. الترتيب التصاعدي الارقام الصغيره، والترتيب التنازلي من 1 ل50، السابق والتالي، طرح رقم برقم، طرح رقمين برقمين. وكده نقول له اقف يا حبيب قلبي وخش على المستوى الثاني اللي هو KG2 اللي هعرضه ان شاء الله قريب باذن الله لو انتوا عايزينه. بس علق لي بحرف التاء وانا هنزل لك KG2 بنفس الحوار. نخش بعد كده على الانجليزي، وده مهم جدا 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 لكل الامهات بيشتكوا منه. هسيب لكم فيديو تحت بالصوتيات بالفونكس ازاي نمشي مع اولادنا بطريقه الفونكس. ما تخليش لو سمحتي حد يضحك عليك ويقول لك
في فرق بين الجولي فونكس وفرق بين الاكسفورد؟ لا، مفيش ادنى فرق، هو الفرق في الترتيب مش اكتر. الجولي فونكس بناخد الحروف زي ما هي، والاكسفورد بناخد حروف زي مثلا العربي كده بناخد الف ميم باء، هو نفس الحوار الجولي الاكسفورد. فانت ما تخليش حد يضحك عليك، الاثنين بمعنى واحد. الانجليزي ابني بيتعلم اول حاجه الاسماء واصوات الحروف كويس جدا. في المرحله دي بناخد الليترز بتاع الحرف والساوندز، وناخد الدايركشن، ناخد الحرف وصوته واتجاهه، ده بتاخديه مره واحده في كل حرف. يعني انا هدي حرف الاي، يعني انا كمس ايمان هدي مثلا حرف الاي، حرف الاي هتديه زي مس ايمان، هدي الحرف كده اهو، عملته حرف الاي كابيتال. واهم حاجه بالله عليكي، بالله عليكي امشي على السطر، الله يسعدك اهو، اقف على السطر من هنا، اطلع فوق، انزل تحت على السطر تاني، واعمل حزام في النص. انا كده بعمل ايه؟ بقول له ان ده اسمه ليدر اي. تمام كده، انا كتبت الحرف وعملت الدايركشن بتاعه، تمام، وعملت السمول بتاعه بين السطرين، بيخاف يطلع بره منطقته، ما تطلعش بره علشان خاطر ما حدش ياكلك، ما حدش ياكلك. تمام. فاحنا هنا يا حبايب قلبي، الله يكرمكم الله يسعدكم، احنا بناخد هنا كده، احنا عارفين كراسه الانجليش بتاعتنا بتبقى عامله كده. فانا بعمل ايه؟ فانا باجي هنا كده، اطلع فوق، انزل تحت، حزام في النص، ولازم اقف على السطر، وهنا A كده اهو، ولازم اقف برضو على السطر. هنزل لكم ان شاء الله الاتجاه بتاع الحروف الانجليزي لو عايزينها، علق بس بكلمه بحرف اللام، وهنزل لكم الاتجاهات كلها باذن الله تعالى. كده انا خدت الحرف وخدت الدايركشن بتاعه الاتجاه، وهقول له بقى صوته اه اه اه، فوق الحرف بعمل كده اه اه اه، كل حرف باتجاهه. ويا سلام بقى لو كمان حركه حلوه منك، جبت لابنك حاجات جميله زي دي. ايه الحاجات دي يا مس ايمان؟ الحاجات دي بقى حبيبه قلبي بتبقى بالظبط تتباع القطعه تقريبا ب 20 جنيه، فانت هتجيبها لابنك، وبتفرق قوي 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 في النطق قوي. هقول له ان ده اسمه حرف الاي، بيمشي عليه كده. تمام. هنجيب مثلا وليكن ورقه شفافه زي دي، زي دي مثلا كده، نفس الورقه اهو، ونجيب قلم سبوره اللي هو بالشكل ده كده. يلا حبيبي امشي اهو كده، اطلع فوق، انزل تحت، حزام في النص، اقسم بالله ابنك هيبقى تحفه في التأسيس. طيب، جبنا مسئول حاجات زي دي الحمد لله، وابني ما شاء الله زي الفل فيها. الساوند بقى A is for apple، اه اه اه، وهكذا. لو عايزين الصوتيات بس علق تحت بكلمة بحرف الطاء، وانا هنزل لكم الصوتيات كلها بتاعة الحروف كلها. طيب، ابني بقى مسئمان خلاص الحمد لله تعلم اصوات الحروف. خلي بالكم انا بطول لكم في الانجليزي، لان هو من اكتر الحاجات اللي جات لي يا مس نمشي ازاي مع اولادنا في الانجليش، وخاصه لو لسه سنهم صغير. تاخدي بقى اصوات اسماء هناخد تعليم اصوات واسماء الحروف كويس، الليترد، وهناخد الساوندز، وهناخد الدايركشن. هنعرف الشورت فاول الخمسه المتحرك، 5 حروف متحركه. تمام. وهناخد فيها اللونج فاولز والشورت فاولز واحده واحده. وبعديها هناخد البلندنج اللي هو الخلط او التركيب حرفين ماشي جنب بعض مع بعضيهم. هقول له كده مثلا، يلا حبيبي حرف السا مع الشورت اهو، يبقى كا. حرف الباء مع الشورت او، يبقى بو. تمام. انا بقول لك كده مثال بس مش اكتر. انت ده اسمه البلاندنج ده يعني تاخدي حرفين مع بعضيهم، واحد متحرك وواحد ساكن، وتوقفيهم مع بعض وتقراي بيهم عشان ابنك يعرف يقرا كويس. بعديها يا مس ايمان بعد البلاندنج هناخد السي في سي. يعني حرف ايه سي في سي يا مس ايمان؟ ده السي في سي مهمه جدا. يعني هناخد هنا الحرف ساكن مع حرف متحرك مع حرف ساكن، اللي هو الكونسنت، ومع ده الفولز، وبعديها كونسنت تاني. بعديها نخش على الجرامر، وده مهم جدا. الجرامر بتاعنا اللي بقى جرامات كتيره بقى، حاجات كده كتيره، ولو عايزينها برضو قولوا لي وانزل لكم مخصوص الجرامر باذن الله تعالى. هناخد الصوت ووردز اللي هو الحروف الساكنه. هناخد الووردز بليندنج، هناخد هنا بقى بناء كلمات، ببني كلمات في الووردز بليندنجز. ده بقى الجولي فوكس والاكسفورد مع بعض بقى. تمام. هناخد ريدي ستوري، اقرا بقى قصه اللي هيكون فيها ليترز، هيكون فيها كونسنسيف، هيكون حروف ساكنه. حاجات مهمه جدا جدا. هناخد بعد كده اللونج فاولز، هناخد الشورت فاولز اللي هو ال5 احرف اللي احنا متعودين عليهم. في حاجه بس عايزه اقولها لك سريعا كده، يعني هي في الانجليش ان احنا بناخد letters sounds direction، اللي هو الفاولز الخمسه 5، بليندنج شورت فاولز، الجرامر شورت ستوري، لونج فاولز الجرامر برضو ستوري كونسنت وبليندنج وليترز. وبعد كده يا مس ايمان بناخد الكونفنشن وجرامر والباراجراف.
كده انا اسست ابني كويس جدا في الانجليش. نخش على الماس، ودي اخر مرحله يا مس ايمان. الماس بناخد النمبرز بتاعنا من اول 1 لحد 50، وبناخد المور ذان وليس ذان وايكوال اللي هي. وخلي بالكم من المسميات دي، ولو عايزين تعرفوا المسميات بتاع الماس ابعت لي بس حرف العين، وانا هبعت لك المسميات بتاع الماس اللي هي تعرفيها. الايكوال يعني ايه، والايديد يعني ايه، هكتب لكم مسميات مخصوصه. نيجي بعد كده مس ايمان مور ذان وليس ذان وايكوال. هناخد a second order، وهناخد اللي هو ايه a second order ده العدد السابق. اديس second orders العدد التالي. the numbers line اللي هو خط الاعداد، وده مهم جدا جدا لكل الامهات فاكره حاجه صعبه، مع ان هو والله ما صعب. هو خط الاعداد بيبقى ماشي ازاي؟ بصوا اهو، اللي هو خط كبير كده، وبنكتب عليه من الصفر 1 0 1 2 3 4 وهكذا، وابني اللي بيكمل. هو ده خط الاعداد، بس مش حاجه يعني. تمام. بعد كده هناخد بيفور والافتر وبتوين، قبل وبعد. اجيب الرقم بتاعي واقول له يلا بيفور 6 قبل الستة، بيفور 5 وهكذا. ولو عايزين دروس كمان للتاسيس في الماس ادخلوا على الصفحه، هتلاقوا حاجات تحفه جدا. بس ايمان اسس صح. بعديها هناخد الاديشن اللي هو الجمع. هناخد بعديها التنز والاونز اللي هو احد والعشرات. هناخد السبتراكشن اللي هو الطرح، وده مهم جدا. والماجيك سكوير المربعات السحريه